السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، مساء الفل على أحلى وأجمل مشتركين ومشاهدين القناة. النهاردة معانا موضوع جميل جدا ومهم جدا: ازاي نفرخ المزرزر. المزرزر بيتفرخ ازاي؟ بنلقي ايه على ايه عشان يجيب مزرزر؟ هنشوف مراحل تطورات المزرزر ومن وهو زغلول لحد ما يبقى مزرزر. الأول المزرزر بيبقى مشبح وهو زغلول صغير، في تشابيح في كل جسمه وضبابير في رقبته. كل جسمه مشبح من أول الراس لحد الديل والجناحات، في تشابيح وفي ضبابير، طبعا حسب نوع المزرزر اللي احنا بعد كده هنعرفه أنواع المزرزرات. النهاردة هنستعرض لحضراتكم ازاي اعمل المزرزر والنمط اللي انا جبت منه المزرزر، وهنعرف المزرزر الصيني مين امه والمزرزر الازازي مين امه. مش شرط الام، ممكن تبقى الجدة، ممكن تبقى من كذا جيل، بس اهم حاجة الترة الازازية اللي هي بنفرخها على الصافي الابيض وبيجيبوا الخليلية، هم دول اللي بعمل منهم المزرزرات. الترة الازازية اللي هو النمط البلو بار اللي هو لونها بلو بلاك، والنمط بتاعها البار اللي هو ليه دبكين او شريطين على الكتف. يبقى عشان نعمل مزرزرات لازم يكون عندي الازازية. ممكن اشتغل بالصافي الابيض، ممكن اشتغل ببرقبة خضراء، مفيش مشاكل. مش شرط ان انا اشتغل بالصافي الابيض في المزرزرات، يعني لو برقبة خضراء فرد مشبح مفيش مشاكل. لو انا هفرخه على طيرة ازازية او طيرة برقبة خضراء فيها تشابيح بت مزرزرة، يعني في الحالتين ممكن افرخ المزرزر من ذكر برقبة خضراء هيبقى مزرزر في المستقبل، وعلى طيرة برقبة خضراء، بشرط انه يكون داخلهم الطيرة الازازية. الطيرة الازازية زي ما اتكلمنا قبل كده دي تعتبر ام الدبورة الخضراء، اساس الدبورة الخضراء ولا غنى عنها. اللي يقول لك الازازية دي مفيش ومكروهة، الكلام ده غير صحيح. لو مش التيرة الازازية مكناش لبسنا الحمام البدل او الاتواب، او طلع منها اللي برقبات خضر، طلع منها الخلايلة اللي هيجيبوا معانا بعد كده الصيني اللي بصافي صيني او الصيني. النهاردة هنعرف تطورات المزرزر. نفرخ الازازية زي ما احنا قلنا على صافي ابيض او برقبة خضراء، مفيش مشاكل. المهم ما يكونش فيه نهد احمر ولا ريش محمر في الاتنين، ولا في الازازية ولا في برقبة خضراء. يستحسن ما يبقاش فيهم اي ضبابير صفرا او حمرا. نفرخ ابو رقبة خضراء على الازازية او تراب رقبة خضراء، او مزرزر على تراب رقبة خضراء، مفيش مشاكل، او مزرزر على ترى صفية. مهم واحد من الاتنين يكون فيه النمط البار اللي هو الدبك، عشان يورث لي الحبيكة اللي هي بتيجي بمرور الوقت. اول ما نفرخ بيطلع الزغلول زي ما احنا قلنا فيه تشابيح، بعد كده بيبدأ بيغمق على مستوى كل جسمه. مفيش حاجة اسمها الرقبة هتغمق لوحديها ويبقى فيه دبك. ممكن الرقبة تغمق بالكاموخة بيضة والجتة بيضة، ده في الصافي برقبة خضراء أو الصافي سين، لكن عشان يعمل نمط البار مستحيل إن تبقى جتة على بياض. كلام بالعقل وبالمنطق. ازاي فرد هيغمق ويعمل الشريطين ويسيب الجتة
هيتزرزر وهيترسموا الحبكتين بمرور الوقت وبالتشابيح اللي في جسمه اللي بتقفل جسمه وبتقفل توبه لحد ما يحبك التوب. وهنا كلمة حبيكة ان هو حبك التوب وعمل الشريطين على مرور الوقت. بمرور الوقت ممكن من سنتين 3 4 لحد ما يعمل الحبايك. عمل الحبايك بقى مزرزر، بصرف النظر عن مزرزر شيش، مزرزر ازازي، مزرزر سلق، مزرزر صيني. دول الاربع انواع بتوع المزرزرات بتوع الدبورة الخضراء. فمن كده عرفنا ان عشان افرخ مزرزر لازم يكون الاب والام داخلهم الازايزة او الخلايا، غير كده مش هيورثوا الحبكتين اللي هيحبكوا التوب بمرور الوقت. كلام كله اتعلمناه من اللي قبلينا، مش جايبينه من عندنا ولا طالعين من فراغ. لفينا محافظات، قعدنا مع كبار الغواي. اقول لكم على كل غاوي في كل محافظة بيته كان شكله ايه، كان عنده حمام شكله ايه، حافظ وعارف الحمام اللي موجود لحد النهاردة عند كل غاوي من الغواية الكبار اللي اتعلمنا منها. دكتور استاذ سمير سلامة، راجل قيمة وقامة وحاجة محترمة في غاية الحمام. المرحوم الحاج ماهر حزين، الناس دي نعرفها من أكتر من 40 سنة وأنا نعرف الناس دي. شوفنا عند الخواجات، ناس كان في القاهرة، حمام جرار، حمام نيازي، حمام خلوصاوي، حمام موريس جوانا. لفيت الجمهورية. خواجات عندنا في اسكندرية، نينو، فريدي، غواية المصريين ابراهيم زيتون الله يرحمه، والحاج ابراهيم منشية، عم اللوجي، نورة، فوزي المصوراتي. اسامي كتير وناس كتير اتعلمنا منها غاية الحمام، وبالممارسة وبالفرخ. والحمد لله الحمام في ايدينا مش على صورة. في ناس بتشرح على صور مرسومة بالايد او صورة مش واضحة. منجيبش صورة معمولة بالايد كرتون واشرح عليها، او اجيب صورة مش واضحة. الكلام ده مرفوض تماما. ما عندكش ولا فرد الحمام نفسه ولا الصورة، يبقى الاحسن اللي انا اسمع واكتفي باللي انا اسمعه. كل واحد رأيه يحترم، وبنتكلم بعلم، بنتكلمه بنتناقشه، بناخد رأي الآخرين، ما بنفرضوش رأينا على حد. الرأي والرأي الآخر. ولنا فيديوهات في القاعة ومع كبار جواي، وكنا بندير الحوار بكل حب، كل واحد بيقول رأيه بصراحة وكل بيستفاد، وبنطلع برأي الأغلبية، وهو ده الصح في غاية الحمام. الرأي للأغلبية، ما أقولش رأيي بصورة فردية وأقول هو ده الصح وحكم رأيي وأقول هو كده يا بلاش. عمرنا ما عملت كده. نسمع ونحلل ونشوف العلم قال ايه لحد ما بنوصل للصح من الغلط. صاحب العقل يميز. غاية الحمام مش بحفظ، مش نشيد سطور احفظها، لا. في علم، في انماط، في الوان، في جينات، في تجربة خير وبرهان. واظن الصور تشهد بكده. ولنا فيديوهات مع الحاج مانع مرسيدس والخواجة زوزو وبيتر، وكنا شباب صغيرين والحمد لله كنا حريفة في الفرخ وفي الأتواب وفي النش.
يا رب تكونوا بتستفادوا من معلوماتنا المتواضعة وبننقلها لحضراتكم بكل مصداقية. ملناش مصلحة ان احنا ننقل حاجة غلط او نفرض رأينا على حد وبعد كده اطلع غلطان في الاخر، يبقى شكلي وحش. كلام بالاقناع، وتقنعني يقنعك. وعلى استعداد اللي احنا نقعد مع اي غاوي ونروح له محافظته في وسط الغواية الكبار بتوع المحافظة ونتناقشوا على الهوا ونتكلم مع اي حد. اي حد على استعداد للمناقشة، انا تحت امر. جيله لحد محافظة بتاعته، نوفر مكان قاعة ونعمل لقاء، والغواية بتوع المحافظة الكبار يجوا ونسمعوا رأي بعضينا، وفي الآخر هنوثق والرأي للأغلبية. شكرا ليكم وشكرا لحسن استماعكم. إن شاء الله الفيديوهات اللي جاية عن الأتواب هتبقى جميلة وشيقة. اوعى تفوتك. إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.